بيبدأ فيلمنا بستيسي واللي بتبقى لسه منفصلة عن حبيبها بو، وشغالة شيف مخبوزات ومعاها كيفن صاحبها واللي بيبقى عنده بنت، وهما الاتنين بيقدموا لها في مسابقة لخبز عيد الميلاد، وجات لهم رد بالموافقة. وبتبقى المسابقة في مدينة تانية اللي فيها العائلة المالكة، فبيقولوا لها بس هي بترفض عشان ما تسيبش المحل بتاعها، وكمان لأنها فترة الكريسماس وإنها بقالها 3 سنين بتقضي الكريسماس مع بول. وبتخرج من المحل وبتلاقي واحد عجوز في الشارع، فبتعايد عليه بس بتلاقي بول قدامها، فبتجري تكلمه وبتلاقي حبيبته طالعة من المحل، وبتقوله يلا يا حبيبي بقى القطر هيفوتنا. فالتانية بتروح قايلة وانا كمان مشاركة في مسابقة في الكريسماس، لازم اجهز حاجتي حالا. وبتمشي وهي متضايقة لانها لسه بتحبه، وفعلا بتجهز حاجتها وبتسافر مع كيفن واوليفيا. وبتبقى ستاسي من النوع اللي بيحب يخطط لأي حاجة بيعملها، وكيفن وأوليفيا مش كده خالص، بس بياخدوها معاهم يتفسحوا في المدينة. وبتشوف واحد شبه الراجل اللي شافته في شيكاغو، فبتقوله أنا لسه شايفاك الأسبوع اللي فات في شيكاغو. فبيقول لها أنت مش أول واحدة تقوليلي كده. وبيعرفوا إن الناس بتزين الشوارع كده احتفالا بجواز الأمير من دوقة مونتينارو في رأس السنة، وبيشوفوا بنات صغيرة بترقص باليه، فأوليفيا بتحبهم قوي. فالراجل بيقول لها عادي انت ممكن تقدمي وتبقي معاهم. وبيخلصوا وبيروحوا يشوفوا حاجة في المسابقة، وهناك بتشوف بريانا واحدة صاحبتها رخمة من المدرسة، وبتقول لها إن هي اللي كسبت السنة اللي فاتت. فلما الساسي بترد عليها بتتضايق وبتطلق القهوة عليها، فبتسيبهم وتروح تنظف المريالة بتاعتها. وهي ماشية بتخبط في واحدة شبهها جدا، وبنعرف إنها دوكا مارجريت. ولما بتعرفها إنها مشاركة في مسابقة الخبز، فبتقول لها طب أنا محتاجة رأي خبير عشان تورتة الفرح، ممكن نتقابل كمان شوية في القصر بس ما تقوليش لحد. فبتوافق طبعا، وبترجع لكيفن وأولivia تقول لهم إنها هتشتري مريالة جديدة، وروحوا بقى انتوا اتفرجوا على عرض الرقص. وبتسلم على أولivia السلام الخاص بيهم وبتمشي. فأولivia بتقول لأبوها أتمنى لو كنتوا مرتبطين، فبيقول لها إنها صديقته بس، ولو كان هيحصل حاجة بينهم كانت حصلت من زمان. فبتقول له الناس بتتغير. بتروح يستاسي على القصر، مارجريت بتسأل المربية بتاعتها لو ممكن يكونوا قرايب، فبتقول لها إن فعلا جدها زمان راح الولايات المتحدة واتجوز واحدة من هناك وخلف منها، فممكن يبقوا قرايب. فمارجريت بتقول لها بصراحة كده أنا مش عايزة أخد رأيك في حاجة تخص التورتة. بصي، أنا هتجوز في رأس السنة وأنا معرفش حاجة عن البلد وشعبها، فكنت عايزة أعرف أكتر عنها. فإيه رأيك نبدل الأماكن؟ يعني انتي تبقي أنا وأنا أبقى انتي. فبتقول لها أكيد بتهزري. فبتقول لها دول هما يومين بس، وكده كده ادوارد مسافر وهيرجع بعد يومين. اهم حاجة بس الفطار مع الملك والملكة، وانا هعملك اللي انت عايزاه. فبتقول لها تعرفي حد في معهد الاطفال الباليه؟ فبتقول لها طبعا. فبتقول لها طب لو في بنت شاطرة وعايزة تنضم ليهم؟ فبتقول لها اكيد هرعاها. فبتقول لها خلاص اتفقنا. وبتبدأ بقى كل واحدة تعرف عن التانية وعن حياتها ماشية ازاي. وستاسي بتقص شعرها وبيدربوا بعض على المشي، وبيبقوا لسه ما خلصوش، وبتلاقي ادوارد بيخبط وبيبقى جاي يسلم عليها قبل ما يسافر. فبتسربه بسرعة، ومارجريت بتاخد حاجتها وتلبس الكاب وتمشي. بترجع البيت بتلاقي كيفن بيسألها على مريالة، فبتقوله ملقتش. فبيستغرب انها قصت شعرها فجأة لانها ما بتاخدش قرار فجأة ابدا في حياتها. فبتقوله دايما في مرة اولى لأي حاجة. نيجي لستاسي وهي لابسة روب النوم، وبتروح تتفرج على لبسها والشنط بتاعتها، وبتجرب طاقية، والباب بيخبط فبتروح تفتح، بتلاقي ادوارد في وشها، وبيبقى جاي يعتذر عشان جدوله مزحوم واضطر انه يسافر بسرعة. فبتقوله انها مقدرة وانه لازم فعلا الواحد يبقى مخطط للحاجة. تاني يوم بتروح تفطر مع الملك والملكة، وفجأة بتلاقي ادوارد داخل عليها، وبيقول لها انه لغى كل اجتماعاته لانه عيب قوي يبقى مشغول قبل الفرح بيومين. هي طبعا بتبقى مصدومة عشان مش عارفة هتتعامل معاه ازاي، وهو بيقول لها انه مجهز لها مفاجأة، وهو بيديها تاج ألماس، وبيقول لها انهم هياخدوا لفة بالخيط، وهي ما تعرفش حتى بيتركب ازاي، وبتطلع تغير هدومها. بس الملك بيحسها غريبة، فبيقول لفرانك السواق بتاع ادوارد يراقبها. الناحية التانية مارجريت بتعمل الفطار واللي بتحرقه كله، فأوليفيا بتستغربها جدا بس بتقول لها هنفطر بره، وبتسلم عليها السلام بتاعها وبتتلخبط فيه، فبتشك فيها. وستاسي بترن عليها وأوليفيا بتشوف مين،
فبتلاقيه متسجل ستاسي. نرجع لستاسي اللي بتغير هدومها وبتروح لإدوارد في الاسطبل، وبتيجي تركب بقى الحصان وبتروح متشقلطة. فإدوارد بيقول لها ايه يا بنتي، انتي مش قلتي انك شاطرة في ركوب الخيل؟ فبتقول له اصل اللي عندنا اقصر شوية. فبيركبها وبيمشوا بالخيل. هو بيقول لها انه بيجي المكان ده لما بيبقى مضغوط. فبتقول له ما انت ممكن تشارك الحاجات دي معايا. فبيقول لها مش حاسس انك المفروض تبقي مهتمة بالحاجات دي. فبتقول له المفروض ابقى مشغولة بتلميع التاج صح. طيب الجو بقى ساقع اوي انا راجعة. بتروح وبتكلم مارجريت واللي بتقول لها ان اولivia قفشتهم. فالتانية بتقول لها على ادوارد وبتقفل عشان كيفن. واللي مارجريت بتقول له انها مش هتمشي بالجدول اللي عاملاه وبتقطعه قدامه. وبيخرجوا مع بعض وبيتصوروا مع سانتا. وأوليفيا بتقول لسانتا إنها عايزة أم جديدة رأس السنة. بنيجي لإدوارد اللي بيعتذر لستاسي وبيقول لها إنه هيشاركها أي حاجة بعد كده، وهي بتقبل اعتذاره. وأوليفيا بتلعب مع كيفن ومارجريت بالتلج وبيبقوا مبسوطين جدا. نيجي للحفلة بتاعت بالليل واللي بيعجب فيها إدوارد بفستان وشكل ستاسي، وبتبقى الحفلة دي خيرية. فستاسي بتسأل الملكة الملجأ ده فيه كام أسرة؟ فبتقول لها معرفش، احنا مش بنشغل نفسنا بالحاجات دي. فادوارد عشان يلطف الجو بيقول لها ايه رأيك تعزفي لنا حاجة. فبتقول له بقالي كتير ما عزفتش. فبيقول لها انتي عازفة شاطرة وهي ما تعرفش حاجة عن البيانو اصلا. فادوارد بيساعدها وبيعزف معاها. بيخلصوا وبتطلع بره وهو بيدور عليها، والراجل العجوز بيقوله على مكانها. وهو بيقول له انهم لايقين على بعض جدا. وبيروح لها وبيرقصوا مع بعض وبيبقوا فرحانين. بالليل بتكلم مارجريت وكل واحدة بتقول للتانية إن الراجل اللي معاها لطيف بجد وهي بختها بيه. تاني يوم ستاسي بتخرج مع إدوارد وبيقول لها قولي رأيك في الحفلة. فبتقول له أنا شايفة إنكم المفروض تزوروا الناس في الملجأ وتعرفوا أكتر عنهم. فإدوارد بيحب الفكرة جدا وبيروحوا زيارة للملجأ وهي بتقعد تحكي لهم قصة. بس بيعرفوا إنه مش بيجيلهم ألعاب في الكريسماس بسبب قلة الميزانية. فبيخرجوا برا متضايقين. فبتقوله نجيب للولاد شجرة الكريسماس والهدايا. فبتبقى فكرة غريبة بالنسبة له بس بتحمسه. وبيروحوا يشتروا الهدايا وبيبقى إدوارد فيه ألعاب كتيرة ما كانش بيلعب بيها. كانوا بيجهزوه من هو صغير عشان هو أمير. طبعا ستاسي بتخليه يلعب معاها وبيبقى مبسوط قوي. وفرانك بيراقبهم عشان حاسس إنها متغيرة. وفي نفس الوقت مارجريت بتدخل المحل مع كيفن ودول بيشوفوا بعض. فبيشغلوا كيفن وإدوارد بأي حاجة. والراجل العجوز بيدخل يقول لكيفن معلش العربية بتاعتي محتاجة دقة. فبيخرج عشان يساعده. وبيرجعوا يغلفوا الهدايا والملكة بتشوفهم وبتبقى مبسوطة بالتغيير ده. بس الملك مش بيبقى مبسوط. وبيروحوا الملجأ مع بعض والولاد بيفرحوا جدا بالهدايا وبيلعبوا معاهم. وبيبقى اليوم اللي قبل المسابقة وبتبقى أوليفيا زعلانة عشان مارجريت هترجع لحياتها اللي مش بتحبها واللي مش مبسوطة فيها. وبتقعد مارجريت تتكلم مع كيفن وهو بيبقى حابب تغييرها اللي حصل ده. وهي بتبقى شايفة ان اليومين اللي قضيتهم معاه هي دي الحياة فعلا. وكل اتنين بيبقوا فعلا حبوا بعض ومتضايقين ان كل واحدة ترجع لحياتها تاني. بس بتيجي مارجريت بالليل عشان تاخد مكانها تاني وكل واحدة بتكتشف حب التانية. بس بيبقى لازم كل واحدة ترجع مكانها. وبيبقى فرانك بيصورهم. تاني يوم بيروح يدي الملك الصور بس الملكة اللي بتاخد منه الزرع وإلا هتخليه يقدم استقالته. وبتبقى مارجريت زعلانة عشان سابت كيفن بس شايفة إن ده واجبها. الملكة بتشوف الصور والراجل العجوز بيقول لها بينهم تشابه استثنائي مش كده. وبيبدأوا المسابقة وبيبقى قدام المتسابقين 5 ساعات بس ويطلعوا تورتة عيد الميلاد. نيجي للملكة وهما بيفطروا بتقول لإدوارد إنها حاسة إنها مش كويسة فممكن تروح مع مارجريت مسابقة الخبز. انت بس هتسلم شوية شرايط للي هيفوتوا. فالتانية بتقلق بس مش بتعرف تنفذ من المشوار. بنرجع للمسابقة وللحرباية صاحبتها قطعت لها سلك محضرة الطعام فكده هتضطر تهرس التوت يدوي. ومارجريت بتقرر تقول لإدوارد على الحقيقة وبيروحوا بسرعة على مكان المسابقة. ووقت المسابقة بيخلص فبيدوقوا الأكل والنتيجة إن ديانا صاحبتها خدت المركز التاني وستاسي خدت المركز الأول والمفروض ياخدوا الجايزة من إدوارد ومارجريت. فستاسي بتحاول تهرب وكيفن بيمسكها. المهم بييجوا يسلموا الشرايط ومارجريت داخلة على النضارة أن فكيفن بيتفاجئ إن في منها 2 فبياخدوهم ورا الكواليس عشان الناس وبيفهموا كيفن الحقيقة.
وإن مارجريت كانت عايزة تجرب حياة البنت العادية، فبدأت مع ستاسي الأماكن، فاللي هو حبها تبقى مارجريت مش ستاسي، ومارجريت بتفهمه إنها هي كمان معجبة بيه، فبيقول لإدوارد وإنت مش متضايق؟ فبيقول له لأ، لأني بحب ستاسي، ستاسي بتخرج أحسن ما فيا، بس ستاسي بتهرب. فإدوارد بيروح وراها وبتقوله انت المفروض تتجوز أميرة أو دوكا، مش خبازة عادية من شيكاغو. فبيقول لها بس أنا بحبك انتي، وبعدين انتي ممكن تفتحي المحل بتاعك هنا، وبيروح نازل على ركبة ونص يتقدم لها، وبيقول لها لو فضلتي بتحبيني للسنة الجاية نتجوز في الكريسماس. فبتوافق، وكل الناس بتسقف لهم، وبيجي بعد سنة حفلة فرح، وبيبقى كيفن ومارجريت مع بعض. فأولivia بتقول لها يلا رمي البوكيه، فبيجي في ايد مارجريت، وكيفن بيقول لها حافظي عليه بقى عشان هيتجوزوا قريب، وكله بيبقى مبسوط، وبتبقى مهمة الراجل العجوز خلصت، وبيقطعوا بقى التورتة، وبيعيش كل واحد وهو مبسوط. وهنا بيخلص فيلمنا. لو عجبكم الملخص دوسوا لايك سبسكرايب، واشوفكم في ملخص تاني. سلام.